السلام عليكم ورحمة الله. أزمة ثقة كبيرة وعميقة بين الرياض وصنعاء تنتظر قرارا شجاعا يعيد للمنطقة استقرارها. من يطمئن السعودية بأن اليمن الآمن المستقر القوي المزدهر هو ضمانة للسعودية قبل غيرها. السلام لا تنجبه الحروب، بل التنمية والشراكة والتعاون والاحترام المتبادل. حينها سيكون اليمن شريكا عملاقا في الاقتصاد والسياسة والقوة العسكرية من أجل الخليج والسعودية والبحر الأحمر والتجارة الدولية. الأمان لن يتحقق في المنطقة كلها إلا عندما تستقر اليمن. الحقيقة مشكلة السعودية مع اليمن هي أزمة ثقة وعدم اطمئنان. لذلك فإن القرار السياسي السعودي يدار بعقلية أمنية لا تنموية، خاصة تجاه اليمن. كذلك القرار السياسي اليمني ما زال أسير الأهواء والعواطف، بدلا من أن يسير في اتجاه السياسة والمصلحة الوطنية العليا لليمن أولا وأخيرا. البلدين السعودية واليمن بحاجة إلى رسائل تطمين واضحة ومتبادلة ومعلنة، لأنها هي المفتاح الفعلي لأي تسوية سياسية قادمة. والبداية تكون بتصريحات واضحة ومعلنة ومطمئنة وتنفذ على أرض الواقع حتى يلمسها الناس، يلمسها الشعب اليمني والشعب السعودي. والبداية من قبل السعودية إعلان وقف الحرب وكافة العمليات العسكرية في اليمن، تسليم مرتبات الموظفين في اليمن التي انقطعت لسنوات عديدة، فتح مطار صنعاء أمام الوجهات العالمية، فتح الموانئ والمنافذ، إطلاق سراح جميع الأسرى من جميع الأطراف، وقف المهاترات الإعلامية التي تسيء إلى البلدين. في المقابل يتوجب على حكومة صنعاء أن تعلن بوضوح تام وأمام الرأي العام المحلي والخارجي بأنها ليست جزءا من أي محور إقليمي قد يهدد أمن الحدود السعودية، وأن تضمن عدم استهداف السعودية مستقبلا. الجيرة القائمة على الاحترام المتبادل والشعور بالأمان هي التي تضمن الحدود الآمنة، وليست الصواريخ ولا المسيرات ولا الطائرات المتطورة ولا الأساطيل. الأمان هو رسالة واضحة ومطمئنة للطرف الآخر، عليكم أن تعوا هذا جيدا. أخيرا، اليمن العظيم يمثل الشجرة الأم لدول الخليج، بلد غني بالموارد والثروات والموقع الاستراتيجي، ويستحق أن يتعامل كدولة ذات سيادة
لأن السلام لا يتحقق إلا من خلال الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية والحلول المتوازنة التي تضمن مصالح الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.